هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 10 من أبريل. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج متابعاتي لهذا الأسبوع المقابلة التي أجراها مع الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد حول يوم المعتقل الإريتري. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. وزير خارجية إريتريا في الرياض في زيارة رسمية. الرئيس الجيبوتي يكشف أن البحرية الإثيوبية ستؤسس في مصوع. أوامر للجيش الإثيوبي باتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على الاضطرابات هناك. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. اجتمع يوم الاثنين الماضي في العاصمة السعودية الرياض وزير خارجية إريتريا عثمان صالح مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، وناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتفيد مصادر إذاعة أرينا بأن لقاء الوزيرين تناول التحريض الذي تقوم به دولة قطر لزعزعة أمن إريتريا بمساعدة تركيا وانطلاقا من الأراضي السودانية حسب ما أفادت بذلك إريتريا في وقت سابق. وحضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان وسفير السعودية لدى إريتريا صقر القرشي. وحضره من الجانب الإريتري مستشار الرئيس يماني جبرعاب. وأكدت المصادر بأن المسؤولان الإريتريان سيعقدان اجتماعات جماهيرية للجالية الإريترية في كل من الرياض وجدة. كشف الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي بأن إثيوبيا ستؤسس قواتها البحرية في مصوع. جاء ذلك في معرض رده على سؤال في لقاء له مع مجلة جون أفريك الأسبوعية الفرنسية ذائعة الصيد في عددها الأسبوعي الذي صدر بتاريخ 7 إلى 13 أبريل الجاري تحت رقم 3039. وسألت المجلة الرئيس جيلي: وعد الرئيس ماكرون بمساعدة إثيوبيا على تأسيس قوات بحرية، وبما أن إثيوبيا ليس لها منفذ بحري فهل سيتم إنشاء هذه القوات في جيبوتي؟ فأجاب الرئيس عمر جيلي قائلا: لا، سيتم تأسيسها في مصوع، لأن قيادة البحرية الإثيوبية في عهد الإمبراطور هايلي سلاسي كانت قيادتها في مصوع، وهذه مسألة فخر وطني لإثيوبيا، وتكلفة بناء قوات بحرية أكثر بكثير من تكاليف تأسيس قوات جوية. وكانت إذاعة إرينا قد كشفت بأن الجنرال الإثيوبي كندو جيسو تنانيتش القائد المعين للقوات البحرية الإثيوبية الجديد قد زار باريس في وقت سابق واجتمع مع نظرائه الفرنسيين بخصوص تفاصيل تأسيس القوات الجديدة، كما قام بعدة زيارات إلى جيبوتي ضمن نفس السياق. وقد أكد وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل في تغريدة له على تويتر بأن هذا الحديث عار من الصحة، حيث قال: لم أرى المقابلة، ومنذ متى أصبح الرئيس عمر جيلي متحدثا رسميا باسم إريتريا؟ على كل، الموضوع كله عار من الصحة. الجدير بالذكر بأن إريتريا وإثيوبيا دخلتا في اتفاقات، ولكن أغلب هذه الاتفاقات سرية ولا يصرح بها أي من الجانبين، خاصة الجانب الإريتري الذي يتكتم على كل العملية السلمية مع إثيوبيا وما رافقها من اتفاقات. ولم تصرح إثيوبيا حتى اليوم عن مكان إنشاء قواتها البحرية الجديدة. ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن بيان صادر من مجلس الأمن القومي أكد أن الحكومة أمرت القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية الفيدرالية والشرطة الولائية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة ضد المحرضين والميليشيات على أعمال عنف في مناطق شمال شوا بولاية الأمهرة، والتي حصدت أرواح وتسببت في أضرار في الممتلكات كما قال البيان. وقال المجلس أن الأرواح المفقودة والأضرار التي لحقت بالممتلكات في مدينة كيميسي
المركز الإداري لمنطقة الأورومو وضواحيها هي أمر غير مقبول بأي مقياس. وبعد تقديم التعازي قال المجلس أن ضمان سيادة القانون ورفاهية المواطنين هي المسؤولية الرئيسية للحكومة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى نشرة للأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. وزير خارجية إريتريا في الرياض في زيارة رسمية. الرئيس الجيبوتي يكشف أن البحرية الإثيوبية سوف تؤسس في مصوى. أوامر للجيش الإثيوبي باتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على الاضطرابات في إقليم الشوا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعينا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أينما كنتم سادتي وأنتم تتابعون بث إذاعتكم إذاعة إيرينا الدولية في باريس، نلتقيكم سادتي ونلتقي بأصوات وأرواح وضمائر أولئك المغيبين في سجون العدو نظام هيكدف القمع الدكتاتوري في إريتريا. نحيي أولئك الصامدين والواقفين أمام جبروت الظالم وأعوانه، ونحييهم في أبريل. إذا كان أبريل سادتي الناس يتناوشون فيه بالأخبار الكاذبة، لكن نحن في المجتمع الإريتري أبريل هو ربما يكون شهر الصدق مع أولئك الذين غيبهم العدو. تنسيقية يوم المعتقل الإريتري هذا العام فيها الكثير الجديد، ونأمل سادتي أن نتابع هذا الحدث الهام. نستضيف اليوم سادتي باسمكم جميعا فضيلة الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد، مسؤول لجنة الفعاليات في المنسقية. شيخنا الفاضل، السلام عليكم ومرحب بك، ونتيح لك أن تحيي مستمعيك والمغيبين. تفضل، بارك الله فيك. هذه إذاعة إيرينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لأبطالنا الصامدين خلف الزنازين، والتحية لذوي المغيبين الصابرين، والتحية لإذاعة إيرينا الدولية المبادرة دوما في كشف الحقيقة، وكذلك التحية لمستمعيها الكرام. بارك الله فيك شيخنا أبو الرشيد. شيخ أبو الرشيد، كل ما أطل طبعا أبريل كما قلنا الناس هنا وهناك يحاولون أن يقفوا هذه الوقفة، وهي وقفة مع نفسهم قبل أن يكون مع أولئك الذين قالوا كلمتهم وغيبوا وحرموا من حرية الحياة وكرامته وحقوقهم كمواطنين وأناس ينبغي أن يتمتعوا بكرامة الحياة. تحت أي شعار يقام هذا العام يوم المعتقل الإريتري 14 من أبريل؟ تحت شعار المغيبون الإريتريون بين تجاهل العالم وانتظار العدالة. طيب، هو الشعار الذي نراه يخاطب العالم، وأيضا ينادي بالعدالة لإنسان إريتريا المحروم. طيب، وكيف يعني سيصل صوت الإريتريين إلى العالم الذي يتجاهل واقع المغيبين؟ طبعا للأسف هذا العالم الذي وقعت فيه يعني الدول ميثاق حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة ومئات القوانين التي ترفض التمييز العنصري وكذلك إيذاء الإنسان وتغييبه والحفاظ على كرامة الإنسان، وأن البشرية متساوية وأن الإنسان له حق الحياة. كل هذه القوانين الدولية التي صادق فيها العالم وأصبحت قوانين مفترضا قانون كوني من حق أي إنسان أن يتمتع به في الحياة، لكن لم يزل الميزان الدولي مقلوب، ومن هذا نحن نعاني في إريتريا من تجاهل العالم لنا
ومرينا صحيح نحن في تاريخنا بتجاهل دولي أيضا يوم كنا ننزف الدم وكان العالم يصمت، وخاصة منظمة الوحدة الإفريقية حيث كانت تسمع مدافع الثوار، ولكنها مع ذلك كانت قد وضعت الكرفس على أذنيها. فليس أمر جديد علينا تجاهل هذا، ونحن تعودنا عليه، ولكننا كنا دائما نحفر على الجدار. فما زلنا أيضا نحن يعني نحفر على هذا الجدار حتى نجد ثقب النور يتسلل إلينا. ونحن الشعب لا نعرف اليأس أبدا يا أستاذ أحمد، نحن الشعب لا نعرف اليأس ولا الخمول ولا نعرف الاستسلام كذلك. فممكن بحجمنا هذا ما كنا يوما ما انتزعنا حرياتنا وكرامتنا، لكن للأسف هذه الحرية والكرامة التي ناضلنا من أجلها تغول عليها نظام ظالم. واليوم العالم أيضا لأسباب موضوعية معلومة ولضعف فينا نحن يتجاهلنا العالم، ونحن جزء من العالم وعلينا أن نصل إلى هذا العالم. وبالتالي التنسيقية وضعت برامج لمخاطبة الخارج، وهذا هو نريد أن نفك هذا القيد، يعني قيد أو يعني أن نريد أن نرفع عنا ثوب التعتيم الإعلامي المفروض علينا. ففي برامج إن شاء الله تعالى من قبل التنسيقية للتواصل مع العالم الخارجي عبر الإعلام يعني هذه المرة، وباستضافة حقوقيين وغير ذلك يعني. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. جميل. ولكن في إطار في واقع أنه العالم صور مقلوبة فيه، وحيث لا عدالة والظلم مستشري في كل مكان، مجرد انتظار العدالة مع احترامنا لعمل المنسقية وكل المناشط، هل تعتقد شيخنا أبو الرشيد أنه ممكن أن تحقق هذه المنسقية وكل الفعاليات الموجودة التي تطالب بالحرية والحياة والحقوق كلها، هل يمكن أن تصل إلى مبتغاها في غياب تحريك الداخل بالشكل المطلوب شيخنا أبو الرشيد؟ يمكن تحريك الداخل، يبدو هذا هو عمل سياسي، لكن نحن فقط ما عملنا عليه خلال 6 سنوات الماضية عملنا فيه على رفع الوعي من شعبنا، أولا بأنه من حقهم كما هو العالم أن يكون عندهم يعني مؤازرة من المجتمع الدولي وأن يلتفت الناس إليهم. وكذلك أيضا كنا في إشكال أنه الشعب الأريتري نفسه كان مغيب، يعني تتصور مثلا يعني لا يعرف الإنسان اللي في كرن إلا معتقلين أو المغيبين اللي في كرن، لا يدري أبدا الإنسان الذي أخذ من هبرة أو من هبول أو من دقمحرة أو من أسمرة. وبالتالي الناس اللي يأتون من داخل البلد وكنا نطلب منهم الشهادات في كثير من الأشياء لا يعرف أبدا إلا الناس اللي أخذوا أحيانا من حيه فقط حتى في المدينة الواحدة. فهذا كان إشكال أنه نحن لا بد من أن نبين للشعب الأريتري أن حجم المعتقلات والمغيبين حجم ضخم جدا يعني. وهذا مش كلامنا نحن على الأقل عشان الناس ما تطعن علينا ويقولوا لنا والله أنتم يا أخي عندكم عداوة مع النظام الأريتري وبالتالي تبالغوا، مع أنه المفترض حامل العدالة لا يمكن أن يجني، يعني لا يمكن نحن أن نكذب حتى نحقق مثلا عدالة، هذا لا يليق، غير أخلاقي. ولكن يعني يمكن الجهات الدولية التي بذلت أموال وتقارير وجهد هي من تقول أن العدد يتجاوز 10,000 مغيب، ربما كان تقديرات الإريتريين يوصل 20,000، لكننا نحن التزمنا بالرقم الدولي لأن أولا لم يكن عندنا إمكانيات والإحصائيات كبيرة، وبالتالي استندنا إلى هذه الأرقام الدولية وهي كافية. لو كان شخص واحد كان يكفي، لكن على الأقل يعني شيء يبدو أنه يعني مريع جدا أن يكون يعني 10,000 شخص مغيبين، وليس تغييب أيضا لمدة احتجاز قانوني، أن الشخص مثلا القانون ينص أن يجدد له مثلا مرة أو مرتين ثم بعد ذلك لابد من أن يحال إلى القاضي الطبيعي. لا، الأمر اختطاف وإخفاء لمدة تجاوزت يعني أعمارنا يعني وصلت يعني. فهذا الشيء هي مؤسسة إنسانية بكل المعايير. وبالتالي إن شاء الله أستاذ أحمد أرجو أنه إذاعة إرينا الدولية الآن توصل إلى أسماع شعبنا توعيه بهذا الملف. وأنا أقول لشعبنا في الداخل هو يسمعني الآن يعني يا إخوة، حجم المغيبين الذي يؤلمكم في مناطقكم في قراكم في مدنكم هو هذه مصيبة عمت كل الوطن الإريتري. لا تعتقدون أن الذين تم تغييبهم يعني فقط أبناء في المناطق مثلا قاش بركة أو أبناء في أسمرة فقط أو أبناء مثلا في كبسة أو دقمحرة. هي
المآساة شملت الوطن برمته يعني، فبالتالي لابد أن تدركوا بأنكم تعيشون اليوم في سجن كبير، وأن هذه المأساة مأساة حتى ستتواصل ما لم أيضا أنتم يعني تقفوا معنا وتساندونا. وأرجو إن شاء الله من شعبنا في الداخل أيضا أن يكون عنده رفض لهذا الأمر كما هو شبابنا في الخارج وجميع النشطاء الإريتريين. هذه إذاعة إرنا. نعم شيخنا أبو الرشيد، أعزائي المستمعين، لازلتم مع إذاعة إرنا الدولية في باريس، وهذه الحلقة في برنامج متابعات، ونتابع 14 من أبريل يوم المعتقل الإريتري، ومحدثكم هو فضيلة الأستاذ محمد جمعة أبو الرشيد. شيخنا أبو الرشيد، ربما تتفق معنا أنه 14 من أبريل هذا العام يأتي في ظل متغيرات جذرية تشهدها إريتريا والمنطقة وكل العالم المحيط واللاعب في هذه المنطقة. تفتكر شيخنا أبو الرشيد الإريتريون اللي قاعد يقيفوا مع 14 من أبريل أو المنسقية أو الإريتريين عموما غيروا من أسلوب الوقوف مع المغيبين بما يتماشى وطبيعة المرحلة والمتغيرات الخطيرة الموجودة الآن، كما أشرت بشكل أو آخر في إجابتك على المداخلة الأولى أو الثانية؟ هل نشاهد تغيرات في أسلوب العرض والنداء والمطالبة بالحقوق؟ نعم جدا. أولا من الأشياء المتغيرات الجميلة التي حدثت، أحيانا الإنسان طبعا بينظر من خلال واقعه والمعطيات اللي أمامه، وأحيانا تكون الأشياء أعمق مما يتصورها الإنسان. مثلا هذا السلام المزعوم الآن بين إثيوبيا وإريتريا، من الأشياء الجميلة التي عملها يعني كشف للإريتريين بأن هذا النظام بإمكانه أن يدخل إصلاحات وبإمكانه أن يطلق المغيبين، بدليل أنه أمام شعبنا صورة ماثلة. مثلا النظام في إثيوبيا أخرج المعتقلين اللي كانوا في إثيوبيا، عفى عن المعارضين من الخارج، وبالتالي هي ما هي إلا خطوة مرسوم واحد فقط والناس يخرجون يرون النور يعني. فشاف الشعب الإريتري بأم عينه أن الإصلاحات ممكن أن تتم، ومجرد شخص مثل أبي أحمد جاء، وفي ظاهر الأمر أيا كانت التحديات اللي تواجه النظام الإثيوبي، لكن هذا النظام اللي رأيناه واللي سمعنا احنا يقول ما يليق بعد كده إثيوبي يكون مطارد أو إثيوبي يكون مغيب. وهذا الأمر هو يمكن الملف الوحيد اللي زرع نوع من الاطمئنان في الشعب الإثيوبي، وبدأ يتفاوض يعني يتقاطر على وطنه، واللي في الخارج يرجع واللي في الداخل يخرج. وأيضا الشعب الإريتري يرون هذا الآن ويعتبرون هذه المسألة لما لا تحدث عندنا، وهذا أيضا يشكل نوع من الوعي الآن بأن النظام في إريتريا لا، هذا النظام له أجندة أخرى، وإلا ما هو المانع؟ ما دام أنت كنت تخاف من جيرانك الكبير أن يخوض ضدك حرب أو أن يأخذ بلدك، وهذا شيء مبرر أنه أي نظام ما دام يواجه تهديد أنه هو فعلا يعني ممكن يكون عنده قوانين استثنائية. لكن إذا هذا التهديد زال، ما الذي اليوم يجعل هؤلاء المغيبين في المعتقلات؟ ما هو المنطق؟ لا منطق قانوني ولا منطق شرعي ولا منطق واقعي. فلذلك ارتفع وعي الإريتريين صراحة الآن من خلال هذا الشيء اللي حصل. وأيضا بالجانب الآخر الجهود الطويلة اللي بذلتها التنسيقية من أنها لم تميز بين مغيب ومغيب، بين يعني إنسان وإنسان، فهذا الشيء الحمد لله أيضا الوعي فيه ارتفع. يمكن نحن في الحملات الأولى الثانية كنا نواجه كثير من الإشكالات، لكن اليوم الحمد لله وعي شبابنا ارتفع، ولا يسأل اليوم أي إنسان أبدا. ما رأيت إنسان إريتري يقول أنتم لماذا تدافعوا عن هذا أو لا تدافعوا عن هذا، بل الكل يؤكد بأن هذه الحملة ينبغي أن تكون حملة نزيهة، وأن تدافع عن أي إنسان مظلوم بغض النظر حتى لو كان هو ظالما يوم من الأيام، لكنه الآن ما دام واقع عليه الظلم علينا أن ندافع عنه. فأنا أعتقد الأستاذ أحمد أنه إذاعة إرنا الدولية اليوم هي تساهم أيضا في هذا الأمر، وأنا أشكركم من كل قلب حقيقة أنكم يعني تدخلون هذا المضمار في التوعية ورفع الوعي ومخاطبة شعبنا في الداخل. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. بارك الله فيك شيخنا أبو الرشيد. ولكن مع كل ما أشرت إليه واحتراما لما تفضلت به، قد يلاحظ بعض المراقبين
والإريتريين بشكل خاص أنه هنالك غياب عناوين سياسية أو المنظمات والأحزاب وما يسمى بالمعارضة وغيرها، يعني ما هي موجودة بذات القدر وبذات المستوى من التغيرات والمراحل الخطيرة اللي داخل عليها إريتريا، وبالتحديد في الذكرى اللي هي يوم 14 من أبريل. هل ما هي قراءتك لغياب العناوين والأحزاب والفاعلين في يعقدون اجتماعات هنا وهناك، ولكن شخصيا أنا لا أرى يعني أصوات تتحدث تحديدا عن هذه القضية؟ والله هذا سؤال متشعب جدا. أولا أنا أقول يعني الحمد لله أنه السياسيين يتركوا النشطاء يعملون في هذه التنسيقية وفي هذا الملف، وهم يعني يتفرغون لقضيتهم السياسية، وبالتالي ربما هذا يكون فيه خير كثير بالنسبة للعمل الحقوقي. لكن الشيء الثاني المعيب، يعني أنا تكلمت مع كثير من القادة المعارضة اللي قابلتهم، كنت أقول لهم أنتم عندكم يعني مكتب إعلامي، مكتب مالي، مكتب تنظيمي، مكتب كذا، ولكنكم مع أن شعبكم أكثر ملف يعاني منه هو ملف الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، لكنكم لا تهتمون بأن يكون عندكم محامين ولا أن يكون عندكم مؤسسات حقوقية، وحتى من هذا قد يكون ليس في مقدوركم. لكن لما لم يكن عندكم مكتب حقوق الإنسان مثلا، ومكتب متخصص في هذا الشؤون ويرصد ويتابع؟ أنا الآن أتحدى أي تنظيم يكون عنده يمكن أسماء 10 أشخاص موثقين عنده في ملف، لو تقول له قدم لي يستطيع يقدم لك. أي عمل سياسي هذا لا يستند في ثورته أن يجعل المغيبين، لا يجعلهم مشاعل الثورة. دائما المغيبون والمعتقلون والمخطوفين هم مشاعل الثورة، هم الذين يحركون حمية الشعب. نعم. وأذكر أن شعراءنا وفنانينا وخطبائنا كانوا دائما يعني يحثون الشعب من أجل أن يخطوا في مسير هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم وكانوا يعيشون في معتقلات اثيوبيا. ونذكر كيف أن ثورتنا خلصت المساجين من أسمرة وأخرجتهم. نعم. ولكن اليوم العمل السياسي أبعد ما يكون عن هذه المأساة، وهذا أمر مستغرب فيه يعني. ولذلك الآن لو تلاحظ في هذه الحملة لا ترى إنسان سياسي يخرج يعمل مجرد نداء ومساندة ولا بيان ولا أي شيء. وهذا الغياب في الحقيقة يعني قد يكون من ناحية بالنسبة للعمل الحقوقي جيد، ولكنه مدمر في الجانب السياسي. وأنا أرجو هذه القوى السياسية أن تصحى من هذا الخطأ الفظيع الذي تقع فيه. يعني في الحقيقة هي بدل تتنازع اليوم ماذا تفعل، أمامها عمل كبير جدا ممكن أن تشعل ثورة من معاناة هؤلاء الناس. ولكن ما نراه أخ أحمد في الحقيقة الصراحة دائما مرة، ولكن للأسف يعني حتى لما استضفنا بعض السياسيين للأسف حتى المصطلحات التي يستخدمها هي بعيدة عن واقع التصنيف لواقع التغييب اللي حاصل، ويتكلم أسير وكأن الناس وقعت في معارك وكذا، وليس لهم دراية وليس عندهم ثقافة قانونية بهذا الأمر. وأنا هذا لا أعتب عليهم، ولكن أريد أن ننبه بأنهم ينبغي أن يكون عندهم اهتمام بهذا الملف، لأنه هم أيضا غدا المنوط بهم إنصاف هؤلاء الناس. نحن كمؤسسات حقوقية ما علينا إلا المطالبة، لكن غدا من سينصف هؤلاء الناس ويرفض ضياع حقوقهم هم حقيقة البرلمان والسياسيين والوزراء وغير ذلك. فتجاهلهم لهذا الملف حيكون وسمة عار، أنا في الحقيقة في رأيي والله أعلم يعني. هذه إذاعة إرنا. بارك الله فيك شيخنا أبو الرشيد. لا زلتم سادتي مع إذاعة إرنا الدولية في باريس، وحلقة في برنامج متابعة في صورة قد تكون شبه يعني مطمئنة على أنه هنالك شكل من أشكال الحراك، مع اختلاف الناس في ما تنشط به وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام، وحملة كفاية أو كفى أو إنف وغيره ويأكل. شيخنا أبو الرشيد، ما هي تعليقاتك على هذه الحملة اللي هي بدت عفوية، ولكن أعتقد أنها بدت تتحرك شيئا فشيئا ووصلت إلى مستويات يمكن أن تدعم، وهذا في نفس الوقت قد يكون إحراج لتلك العناوين التي كنت تتحدث عنها، ومن يقول ما هذه هي نفس الجزء من هذه الأحزاب أو المقاومة ولا غيرها،
ولكن حقيقة الواحد يشاهد وناس قد لا يكون ناس عاديين ما معروفين ذاته. فهذه الحملة بتقديرك كيف حيكون انعكاسها على مثل هذه الوقفة مع المعتقلين؟ حملة كفاية وكفى وكده. نعم. أخ أحمد، القيادة معروف أن القيادة هي التأثير. هذا واحد من يعني أكبر، يعني زي ما تقول مواصفات القائد، أن يكون قائد مؤثر، يعني يستطيع أن يحشد شعبه وأن يأخذه معهم إلى حيث يريد. إذا كان هكذا هذا إنسان قائد، يعني مؤثر واستطاع أن يحدث تأثير بما يريد. القوى السياسية اليوم هي تفتقد هذا التأثير، وبالتالي اليوم نحن عندنا حملة حقوقية وعندنا حملة يعني بجانب سياسي تقول كفى لهذا النظام. نعم. وأنا أعتقد الأمرين هم يعني جناحين يطيران مع بعضهما البعض. وأنا أعتقد بعض الأخوة توقف يقول لك من الذي قال للنظام كفى؟ لا يهمني الذي قال للنظام كفى، لكن المهم أن تقول للنظام كفى. هذا ليس فيه أي حرج أبدا، ما دام الكفى هذه هي لهذا النظام المجرم. كفى اعتقالات، كفى سجون، كفى جوع، كفى حصار، كفى موت، كفى. ما دام هذا الأمر هو كفى لهذا الإجرام، فما المانع أن يقول الإنسان كفى؟ فالناس دائما أحيانا تتوقف وتتشكك في بعض العناوين، مع أن هذه العناوين حتى ليس مهما من أطلقها. وهذه قابلتنا أحيانا حتى في العمل الحقوقي، يعني من أنتم؟ هكذا أحيانا الناس يتساءلون. ليس مهم من أنتم، ولكن المهم ماذا تفعلون. هذه هي القضية. فإن كان الناس تفعل شيء غلط ما ينبغي الناس تمشي خلفهم، لكن إذا كان الناس بتعمل شيء صح فالمهم هو العمل وليس هو من الذي بدأ من الذي كان. أنا لا أعرف من الذي بدأ كفى، ولكنني أقول لهذا النظام المجرم كفى هذه العذابات، وكفى هذا الإجرام، وكفى هذا النزيف البشري إلى الخارج. شعبنا الإريتري اليوم يعني قواه الحية تحت الأرض وعقوله تهاجر إلى الخارج. فما الذي بقي في هذا البلد؟ من الذي سيدافع عنه؟ من الذي سيعمره؟ من الذي سيبنيه؟ إريتريا اليوم أصبحت في ذيل العالم لا قيمة لها للأسف، مع أننا هذا البلد نعتز بتاريخه ونعتز بموارده ونعتز بإنسانه، ولكننا أصبحنا اليوم للأسف من مخلفات العالم. وهذا يعني كلما أذهب في مكان وأتكلم عن المأساة التي تحدث في بلدي أتمنى يوما ما أن أتكلم في بلدي بالفخر بمبدعيه ورياضيه وفنانيه وعلمائه ومنجزاته ونضاله. هذا الذي نتمنى عنه يوم من الأيام، فقط أن نتكلم بالمفاخر ولا نتكلم بهذه المسالك. وهذا شيء لا يرضينا أبدا في مكان الواحد أن يذهب ويكشف عورته للناس. لكن ماذا نفعل إن كنا نتألم؟ إن كنا يعني نصرخ من الألم، فالمتألم لا بد أن يصرخ. وربنا سبحانه وتعالى قال إلا الذين ظلموا وانتصروا من بعد ما ظلموا ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالإنسان إذا ظلم لا بد أن يتكلم، لا يمكن أن يقال للمظلوم اسكت. وهذا يعني هذا ما يفعله النظام في إريتريا في الحقيقة اليوم، يقول للمظلوم اصمت ونحن لن نصمت. هذه هي القضية بالاختصار يعني. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. جزاك الله خير شيخنا أبو الرشيد. نحن اقتربنا من مع الأسف من إكمال هذه المقابلة الهامة في إطار تغطيتنا ومتابعتنا ليوم 14 من أبريل، يوم المعتقل الإريتري. شيخنا أبو الرشيد، هناك من يقول لماذا تكون هي مناسبة في العام مرة واحدة؟ ولكن لمن يتابع حقيقة النشاط الموجود للأفراد في السفير الإلكتروني وغيره، هو هذا المغيب موجود بشكل أو آخر، ولكن ربما تم تخصيص هذا اليوم لدلالاته المأساوية والقيمة الوطنية اللي فيها. لكن هناك من يقول لماذا هذا اليوم؟ دايرين انك تعلق على النقطة دي. وفي نفس الوقت نود أن تتوجه بكلمة إلى المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي الذي يستعد هذه الأيام لعقد مؤتمره في السويد في ظل متغيرات، يعني أشرت حضرتك إلى هذا وذاك، ولكن مباشرة للمشاركين في المجلس. فتفضل شيخنا أبو الرشيد. طيب، الحملة لماذا مرة واحدة في العام؟ هي هذه المبادرة حصلت هكذا
والقائمين عليها مقدرتهم أن يفعلوا مرة واحدة في العام يعني، وهو تخصيص هذا اليوم إنما تم هو شيء فقط رمزي، يعني أنه نحن نحاول في يوم من السنة نلتقي فيه نذكر بهذا الملف ونفضح هذا النظام وجرائمه ونرفع سقف الوعي عند شعبنا ونخاطب المجتمع الدولي على قدر ما نستطيع بأن هنالك شعب عنده الحق يعني في هذا العالم أن يلتفت إليه. فهذا هو المقدور يعني في الحقيقة. أنا لو كان بنيتي أستطيع أن أفعل كل يوم يعني أحيي هذه القضية لفعلت والله، لكن أي إنسان أي أخ أي جهة تستطيع أن تبقي هذا الملف حي والله أنا معهم قلبا وقالبا، وسأظل يعني بكل طاقتي يعني أجدد كل يوم ما استطعت من إحياء هذا الملف. صحيح الأخوة معهم حق يقولون هذا، ولكن أنا في رأيي هي الإمكانيات هي التي تفعل هذا الشيء، وكما ذكرت الملف هذا حي يتناوله الناس بشكل وآخر، لكن على الأقل كويس أنه نحن وفقنا بأن نفعل يوم واحد. وأيضا كان في زمان أخوة يذكرون مثلا لما يكون في مناسبة G15 كانوا يذكروا، وهذا شيء يعني جميل جدا، واتمنى إن شاء الله كلما يأتي ذكرى اعتقالهم أن الناس برضو يذكروا هؤلاء هم مهما كان الناس يوم من الأيام ربما في ظلهم اعتقلوا ناس كثيرين، لكنهم هم قادة وطنيين ناضلوا وخاطروا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، ونحن نقدر هذا الشيء. وفيما بعد تأتي وقت المحاسبة إن شاء الله، اللي غلطان يحاسب في وقت. نعم. وكلمة للمجلس شيخنا. نعم المجلس في الحقيقة هو الوعاء الوطني الكبير، ونحن نأمل منه إن شاء الله يعالج اختلالاته ويلتفت إلى معاناة هذا الشعب. ما يراه منكم يا مجلسنا الشعب الإريتري اليوم هو مجرد مؤتمرات ومؤتمرات ومؤتمرات وراء مؤتمرات، وهذا الشيء يعني صحيح هو جانب تنظيمي، ولكن ما ممكن الناس تظل في التخطيط أكثر من التنفيذ. فالشعب مآساته تضاعفت ونحن نعاني الأمرين، وأنتم الآن من ضعف إلى ضعف يعني، فنرجو إن شاء الله هذا المجلس أن يخرج الآن يعني من هذه الاختلالات اللي يعاني منها، وأن يكون هو معبر حقيقي لهذا الشعب الإريتري وأن يتقدم إلى الأمام. هذه هي دعوتنا لهم بالتوفيق. وأيضا أذكرهم في اجتماعهم أن لا ينسوا هذا الملف، ملف المغيبين، فهم أيضا الذين في التغييب هم إخوانهم وأهليهم، وهم قاموا من أجل هذه القضايا. فنأمل إن شاء الله أيضا أثناء يعني مجلسهم أن يتضمن بيانهم التنديد بهذه الأشياء أيضا، والتشييد بالتنسيقية وبالإعلام الذي يمارس التوعية. وبارك الله فيك أستاذ أحمد. نعم بارك الله فيك شيخنا أبو الرشيد، مسؤول لجنة الفعاليات في التنسيقية ليوم المعتقل الإريتري. تحدثت إلينا وإلى مستمعين إذاعة إيرنا الدولية من باريس حول يوم المعتقل الذي يقام تحت شعار هذا العام يعني المغيبون الإريتريون بين تجاهل العالم وانتظار العدالة. أشكرك باسم كل المستمعين جزيل الشكر شيخنا أبو الرشيد على تفضلك، وإن شاء الله نلتقيك في مناسبات أخرى. أعزائي المستمعين، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نجدد الشكر لكم ونجدد وقفتنا وتحايانا الحارة للمغيبين خلف السجون، وإن شاء الله إن غدا لناظره قريب. كان معكم في المقابلة محدثكم أحمد شريف، وتقبلوا تحايا الزملاء في إذاعة إيرنا زميل فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام برنامجنا نقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وزير خارجية إريتريا في الرياض في زيارة رسمية. اجتمع يوم الاثنين الماضي في الرياض وزير خارجية إريتريا عثمان صالح مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، وناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتفيد مصادر إذاعة إيرنا بأن لقاء الوزيرين تناول التحريض الذي تقوم به دولة قطر لزعزعة أمن إريتريا بمساعدة تركيا وانطلاقا من الأراضي السودانية حسب ما أفادت بذلك الحكومة الإريترية. الرئيس الجيبوتي يكشف أن البحرية الإثيوبية ستؤسس في مصوع. كشف الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي بأن إثيوبيا ستؤسس قواتها البحرية في مصوع، وجاء ذلك في معرض رده على سؤال في لقاء أجراه مع مجلة جون أفريك الأسبوعية الفرنسية ذيعة الصيد في عددها الأسبوعي الصادر في 7 من الشهر الجاري. أوامر للجيش الإثيوبي باتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على الاضطرابات في إقليم شوا. ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن
بيان صادر عن مجلس الأمن القومي الإثيوبي أكد أن الحكومة أمرت القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية والفيدرالية والشرطة الولائية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمناسبة ضد المحرضين والميليشيات على أعمال عنف في منطقة شمال الشوا بولاية الأمهرة، والتي حصدت أرواح وتسببت في أضرار في الممتلكات حسب ما أشار البيان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي الختام لا يفوتني أن أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. حتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتح عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.